أهلا وسهلا بكم. اليوم غادي ندير واحد الإطلالة سريعة على واحد الظاهرة اللي ولات باينة بزاف مؤخرا. أهلا بك. الظاهرة ديال التجارة التقليدية اللي دخلت للعالم الرقمي. بالضبط، بحال بيع المجوهرات بالجملة. كيفاش لقى بلاصتو في منصات زعما بحال تيليجرام؟ عندنا معلومات على واحد القناة سميتها مجوهرات بالجملة. غادي نحاولوا نفهموا شنو واقع في هاد كيف نقولوا التحول الرقمي في المغرب. فعلا هادشي مثير للاهتمام. التحول الرقمي كيعاون بزاف تجار الجملة باش يوصلوا لزبائن كتار وبتكاليف اللي تقدر تكون أقل من الطرق العادية. وتيليجرام بالذات عنده ميزات كتسهل التواصل. التواصل المباشر، الصور، الفيديوهات ديال السلعة. تماما، وهادشي مهم بزاف في هاد النوع ديال التجارة اللي كيعتمد على الشكل والجودة. اوكي، يلا ندخلوا في التفاصيل شوية. هاد القناة عندها تقريبا شي 8500 مشترك. هاد العدد زعما في السياق ديال قناة تيليجرام للجملة في المغرب. واش كيعني شي حاجة؟ واش لقات بلافتها؟ شوف، 85 ألف مشترك ماشي قليل كبداية، كيعطي فكرة على أن كاين اهتمام. ولكن كيف ما كنعرفوا، الأهم ماشي غير العدد، الأهم هو التفاعل. واش كاين بيع وشراء بصح؟ بصح، وكيقولوا أنهم كيقدموا أفضل الأسعار وأرقى التصاميم. هاد الهضرة شوية فهمتي كيفاش نقدروا نتأكدوا منها غير من تيليجرام؟ هذه نقطة مهمة. طبيعة البيع هنا هي بالجملة، يعني الهدف ماشي المستهلك العادي اللي كيشري بياسة ولا جوج. الهدف هما التجار، أصحاب المحلات، الناس اللي كتشري كونتيتي كبيرة. يعني بي تو بي كيف ما كيقولوا. تماماً. تيليجرام كيخليهم يعرضوا السلعة، يتواصلوا نيشان مع الكليون، يتفاوضوا. ممكن هادشي كيعود شوية المعارض اللي كتكون مكلفة بزاف، ولكن كتبقى ديما ديك القضية ديال الثقة. الثقة هي الأساس في الجملة، وخصوصاً عبر الإنترنت. أكيد. كيفاش تبني الثقة مع واحد عمره شافك ولا شاف السلعة مباشرة؟ يمكن داكشي علاش عاطين معلومات تواصل واضحة ومباشرة. النمرة التليفون 07083 6410، وزايدين حتى الرابط ديال الواتساب مباشر +212 702 83 74 01. يعني كيحاولوا يسهلوا الكونتاكت. والضمان. نقطة أخرى، المقر ديالهم في مدينة إنزاكان. علاش بالضبط إنزاكان؟ عندها شي دلالة؟ إنزاكان معروفة، كتعتبر بحال شي قطب تجاري كبير في الجنوب ديال المغرب، ومعروفة تاريخياً بتجارة الجملة في بزاف ديال الحوايج، ماشي غير المجوهرات. يعني اختيار إنزاكان راه ماشي عشوائي، عنده معنى تجاري. فهمتك، يعني كيعطيهم واحد المصداقية محلية. ولكن كيف قلتي، الطموح ديالهم كيبان أكبر. كتبين أن التوصيل ممكن لجميع مدن المغرب. هذه هي اللي كتبين القوة ديال هذا النموذج الرقمي، لا؟ بالضبط، هذه هي القيمة المضافة الكبيرة. واخا المقر في بلاصة واحدة كيقدر يوصل المنتوج ديالو للمغرب كامل، انطلاقاً من قاعدة جهوية كتوصل لسوق وطني. تيليجرام هنا مجرد أداة باش تعرض وتواصل. ولكن هنا كيطرح تحدي آخر كبير شوية، اللي هو اللوجيستيك. كيفاش كيديروا هاد الشيء؟ المجوهرات كميات كبيرة، يمكن سلعة حساسة. كيفاش كتوصل المغرب كامل؟ تماماً، هذه هي القضية. كيفاش كيدبروا التوصيل والضمان ديال الجودة والمطابقة من اللي توصل السلعة، وحتى إلا كانت شي مشكلة كيفاش كيدبروا الروتور. هذه كلها أسئلة أساسية في البيع بالجملة عن بعد، ماشي سهل. إذن الفكرة ماشي غير قناة تيليجرام وصافي، هي جزء من واحد المنظومة كاملة كتحاول تجمع ما بين التواجد الفعلي في مركز تجاري معروف بحال إنزاكان والوصول الرقمي للسوق كاملة. مع الاعتماد على التواصل المباشر بواتساب والتليفون باش يبنيو ديك الثقة الأولية ويسهلوا التعامل. ديناميكية زعما مثيرة للاهتمام. بالضبط. إذن باش نلخصوا شوية، هاد القناة مجوهرات بالجملة على تيليجرام هي واجهة رقمية لتاجر جملة. المقر في إنزاكان كيعطي شرعية محلية، والتوصيل للمغرب كامل كيعكس طموح وطني. واستخدام تيليجرام وواتساب كأدوات أساسية للتواصل وعرض المنتجات كيبين واحد توجه نحو تبسيط عملية البيع بالجملة B2B بهالطريقة في المعاملات الكبيرة بين الشركات. بصح، وهذا الشيء كيخلينا نفكروا في واحد النقطة أعمق. شوفوا انستغرام وفيسبوك واكلين السوق في البيع المباشر للمستهلك B2C. واش تيليجرام بهذه الخصائص اللي فيه بهذه البساطة
يمكن غادي يقدر يلقى شي بلاصة خاصة ليه في تجارة الجملة بين الشركات B2B في المغرب. سؤال وجيه، خصوصاً في قطاعات محددة بحال المجوهرات أو شي صناعات أخرى. وكيفاش هاد القنوات الرقمية اللي ماشي رسمية بزاف ممكن تأثر على العلاقات التجارية التقليدية اللي كنعرفوا وعلى سلاسل التوريد. أيه، نقطة مهمة هذه، خاصة متابعة وتفكير. كيفاش هاد التكنولوجيا كتغير حتى التجارة اللي بين الشركات الكبار؟ فعلا موضوع يستحق المتابعة. شكرا بزاف على هاد النقاش. العفو، شكراً لك أيضاً.